كل اسبوع، كل يوم في مهاجم جديد جاي النادي الاهلي وفي مفاوضات معاه، ويطلع الخبر في الاخر في شنك، وللاسف يقولك انباء قوية. طب يا جماعة فين الخبر؟ مفيش. المرة دي ماتا مهاجم فريق اسبانيول، اللي احنا عرفناه انه اصلا مش ضمن المهاجمين المرشحين على طاولة النادي الاهلي وكولر، يعني مش من ضمن الاسماء. جه منين؟ هو مهاجم، يعني دلوقتي اي مهاجم افريقي بيلعب في اوروبا او بيلعب في فريق متوسط في اوروبا او ما بيلعبش في فريق يعني الليفل الكبير، جاي النادي الاهلي كل اسبوع في مفاوضات. ملف المهاجم في النادي الاهلي هو ملف غامض، بمعنى ان كل شوية في اسماء، هي اسماء صحيحة؟ لا، هي اسماء مدرجة في القائمة بتاع النادي الاهلي؟ لا. واعتقادي ان تفكير النادي الاهلي بعيد عن الاسماء دي. في ناس بتقول الاهلي هيكتفي بعودة صلاح محسن ويلعب بمحمد شريف وعنده كهربا والتلاتة مع بعض والدنيا تمام. في ناس بتقول لا، ده كولر متمسك وراسه ألف سيف، ان الراجل يعني من الاخر انا عايز مهاجم. رغبة كولر اكيد انه يجيب مهاجم قوي، لان النادي الاهلي ظهر في مواقف كتير انه لو معاه مهاجم لا، في حاجات كتير تتغير فنيا في الملعب. فلغاية دلوقتي كل الاسماء اللي بتتقال هي اسماء سوشيال ميديا، اسماء ترند، اسماء الناس كلها بتجري وراها. مهاجم الاهلي الجديد ادارة النادي الاهلي هي اللي هتكون المعلن ليه، وبالتالي كل الكلام اللي بنقراه كلام ملوش اساس من الصحة عن موضوع المهاجم لغاية دلوقتي، وزي ما قلت ملف غامض.